السلام عليكم ورحمة الله. نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي يفاجئ المنتخب المغربي وأشرف حكيمي بعد الهزيمة أمام الأرجنتين، ويخرج عن صمته ويكشف المستور. ولكن قبل ما نبدأ، عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. انتهت مباراة الأرجنتين وفرنسا بفوز المنتخب الأرجنتيني وتتويجه رسميا بكأس العالم وإقصاء منتخب فرنسا. لكن ما هز العالم وأثار إعجاب الجميع هو تصريح كيليان مبابي بعد هذه الهزيمة، فقد أدلى بتصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية وقال: أنا حزين جدا، لقد كانت مباراة صعبة وقد فعلنا ما في جهدنا لنحصد هذا اللقب، لكن هناك شيء غير طبيعي حدث معنا. كما كنت أتمنى أن أجتمع أنا والمنتخب المغربي في النهائي ونتنافس معا على اللقب، وحينئذ لن أكون حزين حتى لو كان اللقب من نصيب المغرب، فأنا أعتبر المغرب بلدي الثانية، وسواء كان اللقب فرنسي أو مغربي فهذا لن يشكل فارق بالنسبة لي، لأني قضيت أجمل أيامي في هذا البلد برفقة صديقي أشرف حكيمي، ونحن لم يحالفنا الحظ كي نعيد سيناريو النسخة الماضية من كأس العالم. ورغم هذه الخسارة لن ننسى كل ما قدمته الجماهير المغربية والجزائرية وكل العرب بصفة عامة في مونديال العرب. أما عن إعلان وزيرة الرياضة الفرنسية برفع علم المثليين في حالة فوزنا بكأس العالم، فأنا لو فزت بكأس العالم لم أكن أشارك في هذا الفعل الفاضح. هذا الفعل ضد طبيعة الإنسان السوية. وأقول لصديقي في نادي باريس سان جيرمان ميسي: أنت أسطورة وتستحق التتويج بكأس العالم. وإحنا كمصريين وعرب نبارك للمنتخب المغربي على حصوله على المركز الرابع في كأس العالم. والهزيمة بالأمس من كرواتيا لا تقلل أبدا من المنتخب المغربي، فالآن هو أفضل رابع منتخب على مستوى العالم ويستحق التكريم. والحمد لله طول البطولة كمصريين ندعم منتخبنا الثاني المغرب. لو أنت محب للمنتخب المغربي ما تبخلش علينا بلايك واشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.